السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نتقاسم معكم هذه الوصفة التجميلية. وصفة بسيطة لكنها تعطيك يعني نتيجة بزاف هايلة. بقاو معايا راح نتقاسموها مع بعض. واش نحتاجو في هذه الوصفة؟ نحتاجو صابون الطرف، صابون يعني طبيعي، نحتاجو مورد طبيعي، ونحتاجو العسل. هنايا نشد بسم الله، نقسم قطعة من هذاك الصابون، يعني صابون بدون معطر بدون لون، يعني صابون الطرف تاع زمان. هكذا نجيب نغاب ونغابيه، هكذا سكرفتو هذاك الصابون. ها هو هنايا بعد ما كملت سكرفشتو هكذا. ما تستعمليش يعني اناء اينوكس ولا حديد ولا هكذا. نبدا نضيف الماء درت كميه باش هذاك الصابون يذوب لداخل في الماء، خاصة رانا في فصل الصيف يعني والشمس كاينة بزاف. يعني هاد الوصفة تاع زمان تنحي لك تسبغات، تنحي لك يعني هذيك الاسمرار تاع الشمس، وتعطيك نعومة للبشرة. هكذا حتى نكمل كامل، نحل هذاك الصابون يذوب في الماء ها هو هنايا بعد ما كملت كامل شوفوا تحصلت على كريمة. نجيب هكذا ان بوكال، هكذا إناء يكون زجاجي، يكون معقم، راح نحتفظ به في الثلاجة يعني مدة أسبوع. ها هكذا. ونحيت كمية، راح ندير تجربة في يدي، راح تشوفوها معايا. وهنا وقت اللي تكوني رايحة تستعمليه ضيفي ملعقة صغيرة تاع العسل، هذاك العسل اللي راح يغذي البشرة ويعطيك نعومة. خلط مليح. هاد الوصفة تاع زمان يعني مجربة، استعمليها مرتين في الأسبوع. يعني في تنوضي الصباح ديريها، خليها راكي تخدمي في شغلك حتى تنشف كامل، ومن بعد غسليها بالماء يكون يعني بارد. هكذا ندير غير هاد المكان هكذا، حتى كي تشوفيها نشفت كامل باش تنحيها تغسليها. هنا نبتزت غير 10 دقائق، يعني ما خليتهاش حتى نشفت. شوفوا نوريكم النتيجة، يعني من المرة الأولى راح تشوفوا النتيجة. شوفوا كيفاش هذاك المكان كيفاش ولا أبيض، يعني تعطيك بياض للبشرة. تقدري تستعمليها في الرقبة، في الأيدي، يعني في وين حبيتي. هنا بعد ما نحيتها تغسليها نجيبو ما ورد. أنا هنا عندي هاد البنسو، تقدري ديري بالقطن، ديري مليح في وجهك يحيد لك نعومة كيف. شوفوا هنايا المكان كيفاش ولا أبيض. شوفوا من تحت مش ما وين ما درتش، يعني أنا ما خليتهاش بطات.
إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة تاع اليوم، جربوها، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.